كمهندس فمنهجية التفكير التحليلي هي صميم الشغل بتاعك. ممكن تبقى مهارة الاناليتيكال ثينكينج عند ناس ثانية هي سوفت سكيل، ولكن بالنسبة لك هي شغلك. اصل بص، منهجية التفكير التحليلي هي بتتكلم عن ايه؟ هي مهارة فك القضايا واعادة ربطها مع العناصر اللي حواليها بهدف فهم المشكلة بعمق اكبر، بهدف ايجاد الحلول واتخاذ القرار. فانت بتتكلم اصلا على منهجية هدفها حل المشاكل، وهو ده شغلنا احنا كمهندسين، ده دورنا. طيب لو جينا نتكلم بقى على منهجية التفكير التحليلي فهنلاقي لها 5 مستويات، وهي برضو 5 مراحل. يعني انت لما تيجي تشتغل وهتيجي تنفذ المنهجية دي انت هتعمل ال5 مراحل. في المرحلة الأولى الداتا كولكتنج، انت في المرحلة دي بتحاول تفكك العناصر اللي موجودة عندك، تحاول تفكك القضية وتلم أكبر قدر ممكن من البيانات المختلفة من مصادر موثوقة طبعا، وتحاول إن أنت تشوف إن أمكن إذا كان في ربط ما بين أي متغيرات أو حاجة. في المرحلة الثانية أو هو المستوى الثاني إنك تكون قادر إنك تعمل أناليسيس. أناليسيس ده يعني أنت بتحاول تشوف إذا كان في علاقة ما بين المتغيرات فعلا ولا لا، توجد العلاقة دي وتقول إن التغيير ده بينتج عنه تغيير في البارامتر الثاني. الكريتيكال ثينكينج او التفكير النقدي. التفكير النقدي دوت ان انت بتبدا تحط افتراضات، تبدا تقترح حلول وتشوف اذا كان الافتراضات اللي انت افترضتها ديت فاليد ولا مش فاليد، حقيقيه ولا لا، هل فعلا الربط اللي انت ربطته ده هو فعلا ربط حقيقي، هل تقدر انك تاخد الربط ده وتطبقه على حاجات تانية فتوصل لنفس العلاقه مثلا. بعدها توصل لمرحلة البروبلم سولفينج، المستوى الرابع أو المرحلة الرابعة. أنت فيها بتعمل إيه؟ أنت فيها بتوجد الحلول بناء على تحليلك وتفكيرك النقدي اللي أنت مريت بيه قبل كده، تبدأ توجد الحلول المناسبة. بس الحلول ديت هو مش حل واحد، أنت هيبقى عندك مجموعة من الحلول ودورك هنا إنك تختار حل منهم. فأنت محتاج تبدأ تحلل الإمباكت بتاع كل حل أنت هتختاره، ماذا يترتب على اختياري ده. المرحلة الأخيرة هي مرحلة الاستراتيجيك ديسيجن ميكنج. أنت هتاخد قرار على المستوى الاستراتيجي، أنت هتغير سياسة في الشغل، أنت هتشوف إزاي تقضي على الموضوع ده بشكل جذري واستباقي، بحيث ان انت تخلي المؤسسة كلها متطورة واستغلت المشكلة اللي كانت بادئة معايا في الأول، ان المنظومة كلها عندي اتطورت. الاناليتيكال ثينكينج او منهجيه التفكير التحليلي يعني دي صميم شغلنا. انا محتاج ان انا اكلمك عنها اكتر واديك ليها مثال بعمق اكتر في شغلك. فسابع معايا الفيديو الجاي، انا هحاول فيه ان انا اقول لك ازاي بنطبق المنهجيه دي في شغلنا.